الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية بعد ما تعادل مع شباب بوليسداد 0-0. الزمالك يا جدعان ضد كل حاجة بجد، بيعمل المستحيل. أول الموسم محدش كان يتوقع إن الزمالك هيوصل لكده، بس جمهور الزمالك مخلي اللعيبة بتموت نفسها في الملعب، واللعيبة على قد المسؤولية كلها. فكرة إنك عندك الميكس ده من اللعيبة، لعيبة سنها صغير عايزة تعمل حاجة لنفسها، ولعيبة خبرات بتغطي على أخطاء كل اللعيبة، وعندك مدرب كبير عارف يستخدم كل الأوراق اللي معاه، مدرب هادي في الملعب، واللعيبة شاربة منه الهدوء ده. الزمالك بدأ الماتش النهارده هادي قوي، وسايب الكرة لشباب بوليسداد لغاية الدقيقة 20. من بعد الدقيقة 20 في الشوط الأول لعيبة الزمالك بدأت تدخل في الماتش. في الدقيقة 25 عضية دباغي يجيب جول للزمالك بس طلع اوفسايد، بس هو الاوفسايد صح الصراحة. بس الحكم النهارده كان الشوط الأولاني كان كله ضعيف، عنده قرارات كتير قوي غلط، ركنيات للفرقتين كان بيحسبوا ضربات مرمى، وفاولات غريبة قوي كانت بتتحسب، بس ده ضعف من الحكم مش حاجة تانية. الشوط التاني الزمالك ساب الكرة خالص، كان في لعيبة كتير قوي مش في مستواها النهارده، والصراحة الأداء في المجمل كان وحش قوي للزمالك، وكان ممكن يخش في جون في أي وقت. عمر جابر كان وحش قوي، بيسيب مكانه كتير قوي، وفي مساحات كتير قوي بتكون وراه. أنا شايف الصراحة إن هو كفاية عليه كده من أول الموسم. وناصر منسي الشوط الأول كان فيه كور كتير قوي بتجيله، وكان بيلعب فيها بأنانية، يعني هو عايز يثبت نفسه أنا عارف وكل حاجة، بس هو كان بيلعب بأنانية خالص. كنت مع إن بيتزير النهارده ما يبدأش الماتش طالما هو مصاب، وكنت تسيبه ورقة معاك بره لو حصل في الأمور أمور. في آخر الماتش بوليسداد هاجمت، والمهدي سليمان طلع كرة خطيرة قوي، انفراد يعتبر، جون كبير قوي وثقة عن أي جون تاني موجود في الزمالك. أتمنى ما يلعبش بصبحي عشان جمهور الزمالك بيحط إيده على قلبه وهو في الملعب. المهم إن الزمالك وصل للنهائي، وعايز أحيي جمهور الزمالك اللي بجد النهارده من أول دقيقة بيشجعوا، ومن أول الموسم مفيش دقيقة عدت عليهم ما شجعوش فيها، ورا فرقتهم في كل حتة وفي كل مكان. وعايز برضه أحيي كابتن طارق حامد النهارده أعلن اعتزاله، وبجد الجمهور حياه وعمل له كل حاجة في الملعب، وهو يستاهل ده، ودي اقل حاجه ممكن تتقدم له. اتمنى مجهود الزمالك اللي من اول الموسم ينتهي صح، عشان هما بجد عاملين موسم كبير قوي عكس كل المعطيات، واللي وصلوا لغايه هنا اصلا من غير حاجه ده بذات نفسه انجاز. مبروك للزمالك وكابتن معتمد جمال وجمهور الزمالك العظيم، وان شاء الله المجهود ده في الاخر يتوج ببطوله ولا بطولتين.